عماد شاب سوري في العشرين، تم اعتقاله من قبل جيش النظام عام 2012 أثناء الثورة السورية. تم اقتياده بعنف إلى أحد أكثر الأماكن رعبا في التاريخ الحديث، سجن صيدنايا. هناك بين جدران قاتمة وأروقة باردة عانى عماد من كابوس لا يمكن وصفه. في هذا السجن الطوابق السفلية ليست مجرد مكان، بل بوابة للجحيم ذاته. السجناء يجردون من إنسانيتهم، تكسر أضلاعهم، تقتلع أظافرهم، ويغرقون حتى حافة الموت وهم معصوب الأعين. كانوا يجبرون على الزحف كالكلاب، ويجوعون حتى يأكلوا أحذيتهم وملابسهم، أو يعذبون بطرق بشعة كزرع الخوازيق في أجسادهم. وفي ليلة مظلمة جاء دور عماد. غطوا رأسه بقماش مبلل، وقيدوا يديه بإحكام، وسحبوه بينما تسمع صرخاته وهي تختفي في الطابق السفلي، واختفى أثره منذ تلك اللحظة. في عام 2024 عندما سقط نظام بشار الأسد، كشف أحد الناجين أن ما يحدث في الطابق السفلي الثالث هو أسوأ مما يمكن تخيله. لكن مصير عماد ظل لغزا مظلما. هل كان ضحية لهذا الجحيم أم هناك سر آخر لم يكشف؟